السلام عليكم. انا جاي لك النهارده ومعايا 5 ادوات ذكاء اصطناعي هتغير حياتك. اول اداه هتخليك تتعلم الكودينج البرمجه، بدل ما كانت 6 شهور هتتعلمها في شهر واحد. تاني اداه هتخليك اذكى واحد في اللي حواليك، وهتلاقي مليون فرصه شغل بتنزل لك من السماء. والاداه الاخيره معانا النهارده هتكون مفاجاه. تابع الفيديو للاخر عشان تبتدي 2026 وانت انسان خارق فعلا. السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين. انا بصراحة بضحك عليكم، انا مش جاي النهاردة ادوخكم، انا جاي اقول لكم الحقيقة. جالنا تعليق على الفيديو واحد بيتكلم عن الارهاق من الذكاء الاصطناعي زي ما انتم شايفين، وفعلا ده كان موضوع انا عانيت منه في فترة، ولقيته ان هو فكرة ممتازة وملهمة لفيديو النهاردة. طبعا انت يا اما جالك وقت يا اما انت لسه في الوقت ده بتشوف اعلان ورا اعلان وفيديو ورا فيديو، وحاسس ان انت عندك انزايتي او ان انت اوفرويلمد بكمية التولز اللي بنشوفها كل يوم. انا لا جايب لك النهاردة 5 ادوات ولا جايب لك حاجة من الحاجات اللي هتخليك انسان خارق زي ما هم بيقولوا في الفيديوهات. انا النهاردة جاي لك بطريقة مختلفة. انا النهاردة جاي اطلعك من الدوشة اللي بقت مخليانا حاسين ان احنا لو فتحنا التلاجة هتلاقي ادوات ذكاء اصطناعي، لو فتحت الحنفية هتلاقي ادوات ذكاء اصطناعي بتنزل، معرفش لو بتفتح الباب ممكن تلاقي اداة من الادوات الذكاء الاصطناعي بتخبط على الباب. فيا بطل خليك معايا عشان هنقول النهارده كلام مهم جدا. فاكرين الفنان محمود عبد العزيز الله يرحمه في فيلم الكيف لما بيقول احنا عاوزين ندوش الدوشه بدوشه ادوش منها عشان ما تدوشناش؟ اهو ده اللي انا جاي اقول لك عليه النهارده. احنا زمان كنا بنعاني من قله المعلومات، دلوقتي احنا عندنا معلومات اكتر من اللازم، لدرجه ان الاي اي بدل ما ينور لنا الطريق عمل لنا دوشه بقينا مش عارفين نطلع منها. والغريب مع ان الفرص بقت كتير واكتر من زمان، لكن برضو الاحساس بالتوهة بقى اكتر واقوى من زمان. المشكلة اللي قليل مننا بيعترف بيها هي ان بقى في حرفيا كل يوم اداة جديدة. تبص تلاقي في اعلانات وانت بتتفرج مثلا على الفيديو يوتيوب ولا حاجة، تبص تلاقي اعلان يقولك اتعلم انجليزي من بكرة هتبقى فلوينت، هتبقى بتتكلم انجليزي احسن من الانجليز نفسهم. واعلان تاني يقولك انت بالاداة دي هتكون اذكى انسان على وجه البسيطة. واعلان تالت يقولك انت مش هتعرف تسوق حاجة في الدنيا الا لما تتعامل مع الاداة دي. وانت وانا وكل اللي زينا يا عيني بنحاول ندور على فرصة في وسط الزحمة دي عشان نمسك فيها وتكون هي دي طريقنا، ولكن للأسف الدوشة بقت كتيرة. أنا بشارك معاك اللي حصل معايا في الربع الأول أو الكوارتر الأول من 2025، اللي هو الوقت اللي كان فعلا أدوات الذكاء الاصطناعي بتتسوق بطريقة لا تصدق. زي ما أنا قلت في أول الفيديو، اللي هو أنت شوية وحاسس فعلا هتفتح الحنفية هتنزل لك أداة ذكاء اصطناعي بتقول لك جربني والنبي تجربني، أنت من غيري مش هتعرف تعيش. أنا قعدت في الربع الأولاني من 2025 أي أداة تنزل أجربها، أي أداة تنزل أجربها، واخش على فيديو يقول لك توب 20 tools you need to try right now، اللي هو محسسك ان انت لو ما جربتهاش دلوقتي فعلا هيفوتك كتير. لحد ما والله انا ما حسيتش ان انا بشتغل، انا حسيت ان انا بجمع تولز زي لعبة البوكيمون. كل تول تنزل اعمل لها ساين اب واجرب، كل تولز تعمل ساين اب واجرب، لحد ما لقيت نفسي فعلا متلخبط ومش عارف انا عاوز ايه وايه الاداة فعلا في دول كلهم اللي هتفيدني وتساعدني في شغلي او تساعدني في اللي انا بعمله. وفجأة حسيت فعلا باحساس غريب، هو ان انا في وسط دوشه، وابتديت فعلا افهم ان انا مش ناقصني تولز، انا ناقصني فلتر للتولز دي. زي ما انا قلت الفرص مش قليله، الفرص بقت كتير جدا، ولكن احنا مش شايفينها من وسط الدوشه دي. تبص تلاقي كل شويه فيديو بيقول لك لازم تجرب التول دي، وخاصه لو انت في شغلك بتستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي وعايز تتطور هتلاقي نفسك فعلا بتجرب كل يوم اداه جديده. ورسالتي النهارده ليك يا بطل ان الاي اي مش لازم يدوخك، الاي اي لازم يسهل لك طريقك، بس ده طبعا مش هيحصل غير لما تبتدي تفلتر وتعرف ايه الادوات اللي انت فعلا محتاجها. طيب نخش في لب الموضوع، ازاي نفلتر ايه الادوات اللي حوالينا دي كلها ونعرف ايه فعلا ايه الادوات اللي احنا محتاجينها. رقم 1، بدون هدف انت هتكون تايه بصفة عامة. يعني لو انت مش عارف هدفك، اي اداة هتطلع جديدة هتحس انها مهمة بالنسبة لك، لكن لو انت عارف انت شغال على ايه وهدفك ايه، كل اداة هتطلع هتخش جوه الفلتر وهتسأل نفسك 3 اسئلة. هل انا محتاج الاداة دي؟ هل الاداة دي هتسهل عليا الطريق اللي انا ماشي فيه او الحاجة اللي انا بعملها، ولا هتزود الدوشة دوشة؟ ثالث حاجة ودي مهمة جدا، هل اقدر استخدم الاداة دي كل يوم؟ لو واحد من ال3 اسئلة دول اجابته لا، فانسى الاداة دي يا بطل وشيلها خالص من حساباتك.
يعني مثلا هنقول ان انا بحاول اتعلم لغة اليومين دول ايا كانت اللغة، ومحتاج مثلا ان انا اعمل conversation او interaction مع حد يكون professional او حد يكون native يعلمني اللغة دي. فبدل ما تدور على تولز كتير وكل تول تطلع قدامك وتقول لك هتتكلم مثلا اسباني في خلال اسبوع او اسبوعين وبعد كده تخش تدور، لا، لو انت عندك الشات جي بي تي يعلمك ويكون المنتور بتاعك احسن من اي تول ممكن تطلع في السوق دلوقتي. يمكن انا قلت في فيديوهاتي قبل كده لو انت عندك البيد فيرجن من الشات جي بي تي ممكن تعمل كاستوم جي بي تي، وبس ان انت تقول له انت المنتور او الكوتش بتاعي اللي هيساعدني ان انا اتدرب كل يوم مثلا على التحدث بطلاقة باللغة الاسبانية مثلا، وتبرمجه بحيث اللي هو كل يوم كل انتر اكشن لازم تديني كلمة وتشرحها لي معناها ايه مثلا بالعربي وتدخلها لي في جملة ونعمل كونفرزيشن عليها. وبالكاستوم جي بي تي ده فعلا مش هتحتاج اي تول تانية، واعتقد برضو جيميناي ممكن تستخدمه في حاجة زي كده. لكن مثلا ابلكيشن تنزله او حاجات زي كده انا مش بقول لا، بس اللي هو لازم يكون عندك اداة واحدة ويكون دخلت الفلتر وتكون فعلا بتستخدمها ومن غير ما تكون بتدفع فيها فلوس ولا اي حاجة. ما تتوهش نفسك يا بطل، والله الشات جي بي تي والجيميناي ممكن يساعدوك في حاجات زي كده وببلاش. او مثلا عندك هدف رياضي معين، بدل ما تنزل ابلكيشن ويكون عندك مثلا كوتش رياضي كل يوم بيسألك انت بتاكل ايه وهتعمل ايه وتلتزم بايه، انت ممكن برضو تتواصل مع الشات جي بي تي الفري فيرجن، او ان انت يكون عندك الكاستوم جي بي تي وبرضو تبرمجه على اساس ان انت الكوتش بتاعي وكل يوم هنتكلم وندردش في ان انا اكلت ايه وهاكل ايه وايه البلان بتاعي ووزني قد ايه الى اخره. فسيبك يا بطل من اللي بيطلع كل يوم ويقول لك انا عندي 20 اداه و50 تولز وفي تول جديده وبتاع، ده كله بروموشن، ده كله ناس بتحاول تسوق وبتستغل انبهارك بالادوات دي. يعني هي بتعرف تسوقها، وخد بالك برضو بتسوقها بالذكاء الاصطناعي، بتعرف تسوقها وبتبهرك وتحس ان انت فعلا محتاج الاداه دي، ومن غير الاداه دي انت مش هتعرف تتعلم اي مهاره في الدنيا. العالم بيجري بسرعه، ده حقيقي، بس السر مش في انك تجري اسرع، السر ان انت اصلا تشوف الطريق. والاي اي هو النور اللي انت لازم تستخدمه عشان ينور لك طريقك. لكن لو فعلا ابتديت تفلتر الادوات والحاجات اللي انت ممكن تبقى محتاجها في طريقك تاخدها في طريقك في الرحلة دي، هتبص هتلاقي ان الفرص اللي انت كنت مفكر انها مش موجودة والله موجودة قدامك من زمان. فعشان يكون الفيديو بتاعنا دايجستبل وجميل والرسالة تكون واضحة، اوعى تتوه نفسك يا بطل وسط الدوشة دي، وافتكر ان انت لازم تسأل نفسك 3 اسئلة كل ما تشوف اداة جديدة. هل الاداة دي هتفيدني دلوقتي؟ هل هتسهل عليا ولا هتزود الدوشة؟ هل هقدر استخدمها كل يوم ولا لا؟ لو سؤال من دول اجابته لا، صدقني سيبك من الأداة دي ودور على اللي بعديها، على الأداة فعلا اللي تساعدك. ودي كانت رسالتي ليكم النهاردة يا أبطال، ويا ريت في التعليقات تسيبوا لي إيه الأدوات اللي فعلا عملت لكم دوشة مؤخرا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وأشوفكم دايما على خير إن شاء الله. مع السلامة.